السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم خالد من قناه محمود الطيور المصريه وفيديو جديد كالعاده. اتمنى لاول مره تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى ده واحد اللي يوصل علينا التعليق. اتمنى تسمع الفيديو للنهايه عشان انا خاطر ما بلحقش اقول جميع المعلومات كلها في بدايه الفيديو او بقولها على مدار الفيديو. اتمنى تسمع الفيديو ده للنهايه عشان خاطر تستفيد بجميع المعلومات. تقرير مختصر النهارده عن اللي حصل في سوق الحد وليه النهارده السوق الحد ده احسن من كل سوق حد مرينا بيه. مش احسن ولكن هو السحب مطلوب. يعني ايه مش احسن من كل سوق حد؟ هو احسن من كل سوق حد ومش احسن من كل سوق حد. هو احسن في حاله واحده، ان مفيش طيور والتجار بتلم الطيور والطيور مش موجوده في السوق بشكل كبير او اختفاء في طيور الزينه او العصافير الزينه بشكل عام. طبعا المره اللي فاتت او الاسواق اللي فاتت او الفتره الماضيه بالنسبه لجميع الهواة المربين بداوا يصفوا الطيور بعد غلاء البلكم والفلارس وبعد غلاء انواع او الحبوب بتاعه الطيور. بدا الناس بالفعل كتير بدات تصفي وبدانا نقول يا تجار اللي بتلم ارفعوا سعر الطير. يعني كمثال انا تاجر بلم في السوق وبصدر لدوله خارج مصر، لما بشوف قص روز او قص فلل لاسوينج او اي نوع او من طيور الزينه في السوق او قص كوكتيل البينو او قص روز البينو او اي طيور زينه عامه بشكل عام معروف، او التسعيره اللي ماشيه في السوق للكوكتيل الالبينو مثلا ان كان من 2000 وصل لحد 1000 ونص و1300 و1200 التجار بتلم في السوق. دلوقتي المفروض ان اسعار الطيور بترتفع مش تنزل. وهنرد على ناس ثانيه كتير كانت بتتكلم عن القنوات اللي بتعمل تقارير سوق وبتقول ان تقارير السوق ديت ما بتفيدش المربي او الهاوي بحاجه، والتقارير دي هي اللي بتوقع الاسعار. بس هنخلص الفيديو ده ونقول لكم ايه اللي حصل في السوق لحد النهارده، بعد كده هنبدا نتكلم عن الناس اللي كانت بتقول ان التقارير دي مش حلوه للمربين بصوره اوضح في فيديوهات تانيه. النهارده الكوكتيل اللاتيني وصل ل 550 جنيه و600 جنيه وما زال التاجر بيلم. يعني معنى كده ان التاجر بيكسب. طب انت ليه كتاجر قعدنا نقول يا جماعه الحبوب بترتفع والاكل بقى غالي والطيور ما بتكسبش معانا وكده؟ بالفعل هنبدا ان احنا كهواه ومربين هنبدا ان احنا هنصفي وكده احنا بنخسر. التاجر لا مبالاه، التاجر اهم حاجه هو اللي يكسب، اهم حاجه هو اللي يصدر، سواء بقى تكلفه التصدير دي عاليه عليك او مش عاليه. حتى لو عاليه عليك تقدر ان انت ترفعها على المستورد اللي بياخد منك زي ما بيرفع عليك سعر الحبوب بتاعه الفلارس او البلكم المستورد. المستورد اللي انت بتستورد منه البلكم او الحاجات اللي انت بتستوردها من بره ده بيبدا يرفع عليك سعر الفايده او سعر الحبوب زي ما هو بيرفع سعر الدولار عليك. يعني كده انت كده بتستورد منه فلارس بالدولار، يقول لك يا جماعه الدولار رفع سعر الفلارس هيرفع، انت برضو ارفع سعر الطيور زي ما الدولار رفع كتاجر بتصدر. الله اعلم برضو احنا فاهمين الشغلانه ولا لا. تمام. دلوقتي اصبح في السوق اكتر من 10 15 تاجر بتلم طيور وبتصدر طيور. انت كتاجر الكوكتيل اللاتيني او الكوكتيل الالبينو او الروز اللاتيني او الاسترالي عامه بشكل عام، كانت الزغاليل بتاعته من سنه او من سنتين كانت الزغاليل بتاعته عامله 90 جنيه و100 جنيه يا عم 70 او 80 جنيه الزغاليل اللي هي عمر شهرين اللي هي عمر شهرين. كان الكبير الشغال عامل من 150 لحد 170 200 جنيه الاسترالي اللي هو العادي بتاعنا من سنتين. ايه اللي حصل في السوق؟ مع ان في ارتفاع في الاسعار. انا لما بنزل اعمل تقرير بقول يا جماعه السوق النهارده التجار كانت بتلم على كذا والسوق النهارده التجار كانت بتلم على كذا، ده بس في انخفاض في الاسعار الحبوب، في انخفاض في اسعار الطيور، في ارتفاع في اسعار الطيور، في ارتفاع في اسعار الحبوب. ده اللي احنا بننزل نقوله او ننزل من احنا بننزل نشوفه في السوق كعلى عينينا. يعني كمثال اللي حصل معايا في سوق الجمعه اللي فاتت ان انا نازل بروز ونازل بحاجات تانية كتير معايا السوق، التجار بتقول لي ب 400 جنيه. يعني هل انت كتاجر بتلم وبتصدر لما تقول لي ان جوز الروز ده عامل 400 جنيه هل هو ب 400؟ انت بالتالي تقول له 400 و450 وتوقف السعر على كده؟ ما هو انت كده اللي بتوقع الهوايه. ما هو انا كده لما الاقي الطيور مش بتكسب معايا هبدا بالفعل اصفي. ما هو مش كل واحد مقتدر هيبدا ان هو هيشتغل في اللاسونجات، هيشتغل في البلاك وينج، هيشتغل في الحاجات اللي الناس الثانيه بتتكلم عليها انتفارات ب 1000 ونص وب 2000 جنيه. وأنا مش مقتدر او معيش راس مال ان انا مثلا انا عندي 4 تجواز كوكتيل لاتيني مثلا عاملين 2000 جنيه او عاملين 2000 ونص، مش هقدر ان انا مقتدر هغيرهم واجيب مكانهم 4 تجواز بلاك وينج او اجيب طفرات عاليه او زي ما بنسمع اسعار فلكيه مع ناس مشهوره ومربيين مشهوره نسمع احجام وبنسمع اسعار لا مبالاه. يعني القص عامل 2000 جنيه وعامل 3000 جنيه سواء مثلا البلاك وينج او طفرات تانية كتير وحاجات هنا في الفله بنسمع ارقام يعني حاجات فلكيه.
يبقى انا ازاي هبدا اطور من هوايتي ديت وانا معيش راس مال ماشي على قدي؟ ما حسب ما كل مهاوي وكل مربي هيبدا يطور من هوايته. انا كمثال انا بعشق الكوكتيل، بعشق الروز، هجيب روز فلل، هجيب كوكتيل فلل، يعني ازاي هبدا اطور من هوايتي؟ انت بتقول طور من هوايتك عشان تكسب وبلاش تقارير ومش عارف ايه، يبقى احنا كده ما بنعملش حاجه. الفكره من التقارير زي ما قلنا في الفيديو ان التقارير ديت بنعرف المربي اللي بينزل السوق. يعني ايه بعرف المربي اللي بينزل السوق؟ انا كنت في سوق الجمعه اللي فاتت ديت وقابلت الاستاذ مصطفى زينهم وقابلت صاحب قناه محب طيور الكوكتيل، واللي انا ما شفتوش صراحه الاستاذ محمد درويش، ده راجل محترم برضه من الناس اللي بتعمل تقارير زي الاستاذ مصطفى زينهم. يعني ده بقول على الناس اللي انا قابلتها وقفت معاها بالفعل، صورت معاها. وفي قناه ثانيه اسمها محب طيور الكوكتيل، ده بالفعل صور، هو ما يعرفنيش، انا عارفه شخصيا وشفته قبل كده. فهو صور معايا قص روز لاتيني وصلت له 550 جنيه، بس انا عارف شكليا، بس انحرجت ان انا اقول له انا عارف حضرتك والكلام ده. بالفعل انا قابلت الاستاذ مصطفى زينهم واتكلمت معاه، قال لي يا ريت الناس كلها تعمل زيك، حتى ما كانش لسه يعرفني. قال لي يا ريت الناس كلها تعمل زيك والناس كلها تتمسك باسعار الطيور. انا دلوقتي لما التاجر ياخد مني قص الرز يحطه في الشيات عنده على 500 جنيه اقول له لا مش هبيع الا ب 550. انت كتاجر بتلم على 400 ماشي، وبدات تلم على 500، يبقى انت كده بتكسب مش بتخسر. المربي هو اللي بيخسر. كمثال لما عندك قص روز لاتيني مثلا بيديك في العش مثلا فردتين او 3 فرد او 4 فرد، لو هتحسب تكلفه الاكل وتكلفه تعبك مع قص روز لاتيني مثلا التجار بتاخد كبير شغال ب 400 جنيه و500 جنيه، مش هتلاقي فيه اي مكسب او اي ربح. يعني النهارده في السوق بتاع الحد الكوكتيل مش موجود، الرز مش موجود، الاسترالي بس اللي موجود بحاجات خفيفه جدا، الكوكتيل والروز. النهارده قص الرز او قص الكوكتيل اللاتيني النهارده في السوق لحد يوصل ل 550 جنيه، يوصل ل 600 جنيه، فده رقم قياسي. هيرجع يبقى زي ما قلنا في فيديوهات تانية كتير، والناس لو الناس فاكره الفيديوهات اللي انا بقولها وفي الفيديوهات اللي انا كنت بنزلها قبل كده، ان قلت الكوكتيل اللاتيني ده هيوصل ل 700 وهيوصل ل 800 وهيوصل ل 1000 جنيه ومش هيكون موجود بسبب حركه التصفيه وارتفاع في الاكل تاني. يعني كل ما الاكل بيزيد كل ما الناس بتصفي، وارتفاع اسعار الحبوب مع ارتفاع اسعار الطيور مش هيكون برضو في تكلفه او في ربح منها. ما كل ما اسعار الطيور بترفع كل ما الحبوب بترفع. ما كانش كده الاول، كان الكيلو الفلانس او كيلو البلكم ب 10 15 جنيه، كانت التكلفه جايبه 100 وكانت مجزيه. دلوقتي اصبح الطيور مش موجوده في السوق، وده اللي هيخلي الفتره اللي جايه الطيور هترفع اكتر من كده، وكمان مش هتكون موجود. التجار اللي بتلم، نداء بقى للتجار اللي بتلم، انت كنت بتلم على 400 الكوكتيل اللاتيني وتلم على 450، والناس هتعمل ايه؟ ما هو الاكل عمال يغلى واسعاره تنزل، بدات تصفي. النهارده انت برضه التاجر اللي بتلم على 550 وبتلم على 600، ما انت لو رفعت سعر الطير من الاول ما كانش ده حصل. ارفع سعر الطير على سعر المستورد اللي هو بيستورد مننا، زي ما هو رفع علينا سعر البلكم المستورد والفرالس المستورده من بره، بنقول ان هي مستورده بالدولار عشان كده بترفع زي ما سعر الدولار رفع. انت برضه ارفع عليه سعر الطير بتاع ابن بلدك عشان خاطر ابن بلدك اصبح الان ما بقاش فيه طيور في السوق، الهوايه بدات تقع. انت كتاجر مش هتلاقي حاجه تصدرها، ما عملتش كده وهتبدا اجباري غصب عنك. الكوكتيل اللاتيني ده هيبدا اجباري هيوصل لحد 700 و800، وزي ما قلت كده لازم نقول الكلام ده عشان خاطر الاسعار ترفع، ان احنا كمربين ما بقاش فيه طيور في السوق، ما بقاش فيه مش معنى كده ما بقاش فيه، لا فيه طيور بس مش بكثره زي الاول، مش كتير زي الاول. الكوكتيل اللاتيني النهارده بتلم ب 550 و600 جنيه، هيوصل ل 1000 جنيه بكره. تفتكروا الكلام بتاع ده؟ وقص الرز اللاتيني ده انا كنت بديه للتاجر على 550 وما كانش عاوز ياخده، هيجي ياخده مني ب 600 و700 في اللم مش في التداول كمان. ولكن نحب نوضح للناس ان النهارده اختفاء العصافير بشكل عام في السوق، مفيش اي عصافير في سوق الحد. احسن حد جه على مر على المربين مش من ناحيه ارتفاع الاسعار، لا ان مفيش طيور في السوق، وانا عاوز كده ما يكونش في طيور في السوق، مع ان انا مصفي. يعني انا بدات اصفي بالفعل لحد ما اشوف ايه الوضع الطيور. على ما ابدا اشوف انا بقى حاجه ثانيه، هبدا ان انا اقدر براس المال بتاع الطيور ده هبدا اشتغل زي ما الناس بتقول طوروا في الهوايه. براس المال ده اجيب فلل، اجيب حاجات مطلوبه. ما انا عشان ابدا اشتغل ونبدا كلنا نشتغل في الطفره اللي عايزين ان احنا نطورها، يبقى احنا كده بنوقع السوق في حاجه ثانيه، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. لا احنا كل مربي او كل هاوي حابب نوع يبدا الاسعار ترتفع شويه عشان خاطر هو يبدا يكسب ويبدا يطور من نفس النوع اللي هو بيحبه. مش كلنا نبطل الانواع كلها رخيصه ونبدا كلنا نشتغل في الانواع الغاليه، نوقع السوق برضو علينا وعلى
الناس اللي بدأت تخش في الهوايه او نوقع السوق بشكل عام. كمثال بدأنا انه يطلع من جو الاسترالي العادي ونخش في الريمبو. كان الريمبو كان عامل 500 و600 و700 وبيوصل لحد 3000 جنيه المستويات العاليه. اصبح الان الريمبو في السوق ما بتلمش، معلوش لم، ملوش سعر، بدأ يقع. بعدين نخرج من جو الاسترالي على كله بقى دخل يخش في الريمبو. عشان نبدأ نطور الهوايه زي ما الناس بتقول. يبقى انا كده بوقع. الريمبو وقع، بدات اخش في الانجليزه، بدات الانجليزه تبدا اسعارها تقع. كان القص الانجليزي بيعمل من 3000 ونص و4000، النهارده ب 1000 جنيه تجيب لك قص انجليزي مستوى محترم. النهارده في السوق عشان خاطر ان انت تبدا من الانجليزه تخش في السوينجات، حتى السوينج يعني مش سعره عالي قوي، بس انا بتكلم في نوع الطائر ذات نفسه ان هو مش موجود ابدا اخش فيه عشان هو مش موجود وماسك سعر يبدا يقع. البلاك وينج هو مش موجود ابدا اخش فيه عشان هو مش موجود هيبدا يقع. ولكن ده اللي حصل النهارده في سوق الحد، اني ما كانش موجود طيور بشكل كبير. كل ما نتمسك وكل ما نعمل زي ما انا ما عملت كده واخلي التاجر يدخل الرز عنده على 500 في الشارع واخده منه تاني اقول له ب 550، كل ما نعمل كده كل ما الاسعار ترفع، كل ما نعمل كده كل ما الاسعار ترفع. سواء بقى في ناس بتتابعنا من مصر او من بره مصر، الهوايه واقعه على كله، سواء في العراق في ليبيا في مصر، الاسعار واقعه على يعني الهوايه ما فيش سحب، ما فيش شغل في الهوايه، ولكن في اختلاف في الاسعار مقارنه بالدول الاخرى. احنا اسعارنا ميته، في اسعار فلكيه بره في الدول الاخرى اللي هي بتستورد مننا طيور. ولكن ده اللي حصل في سوق الحد النهارده مختصر كده، ويعني اعذروني لو قلت حاجه او عدت حاجه في الفيديو لان في كلام كتير ببقى انا عاوز اقوله وبيهرب من دماغي او ما يكونش يعني موجود. ولكن اكتفي بهذا القدر وانتظروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تقريرا عن السوق وعن حاله التصدير وعن حاله الانتاج من طيور الزينه، اشتغل في ايه او ما اشتغلش في ايه. ومع الف سلامه.